الريال ويوفنتوس في ملحمة كروية موسم 2015. ليالي الأبطال لا مثيل لها، مباراة فيها كمية حماس أسطوري. لايك وصلى على الحبيب وتعال نشوف المتعة. الأولى من اليوفي بكرة صاروخية في حضن كاسياس، التانية من فيدال واليوفي داخلة بكل قوتها. ضغط رهيب من يوفنتوس ومراتا عاوز يسقط كورة من فوق كاسياس بس بيمسكها. بعد كل الضغط ده كان لازم يوفنتوس تسجل، وتيفيز بيستلم كورة ويشوطها وتروح بعدها لمراتا اللي بيسجل أولى أهداف المباراة. والريال لسه لحد دلوقتي ما جاتش المباراة في حضور رونالدو. أنشيلوتي مش عاجبه الوضع والريال مختفي تماما. بس تعال نشوف ايه اللي حصل. كروز بيرجع الريال بتسديدة صاروخية مكانها كان في الشبكة، بس بوفون بيشيلها ببراعة. التانية من اسكو سهلة في ايد الحارس، والريال بدأت ترجع تاني. التالتة من فاران بس بعيدة خالص عن مرمى بوفون. مراتا وتيفيز عاملين ماتش كبير، وتيفيز يضيع هجمة مهمة على اليوفي. اليوفي بتقرب من الهدف التاني والمباراة رايحة جاية.